المعمم اختصاصه كذب، المعمم كائن كذاب. طب تعالى يا جماعه نروح نشوف ايه اللي حصل في البلد، بدل ما احنا قاعدين في الدور ما احناش عارفين حاجه كده، نروح نشوف. معاوية عاش 83 سنة وكان يأكل خروفا مشويا كاملا وما كان يشبع. معاوية عاش 83 سنة وكان يأكل خروفا مشويا كاملا وما كان يشبع. صدام قتل 8 مليون إنسان. صدام قتل 8 مليون إنسان. عجيبة غريبة، العقل ما يقبلها. النهاردة طبعا صحينا على خبر مقلق ومؤسف جدا لما سمعنا وشفنا معظم الناس اللي حست بالزلزال اللي ضرب مصر وجزء من الأراضي المصرية النهاردة، وطبعا اتخضينا أكتر لما سمعنا درجته 6 درجات على مقياس ريختر، وطبعا ده رقم كبير جدا. من يوم اللي اندفنت نفيسة في مصر إلى الآن زلزلة ما صار في مصر. قرآن بدون علي بن أبي طالب، قرآن بدون عترة يوديك إلى جهنم. معركتهم ليست معنا. الشيعة ليست معركتهم مع القرآن. خاتم الإمام الحسين كاتبين كان قيمته 200 دينار ذهب. لا تكذب أيها الساقط. رسول الله كان يصلي واقفا على إبهامي رجليه ذلا لله. مستحيل. الإمام زين العابدين سنويا 4 مرات كان يقصون هاي القطعات الزائدة من ناصيته من كثرة السجود. لله درك ما أفصحك من كاذب، ما أفصحك من كاذب. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. الذكر شنو كان؟ الذكر هو علي بن أبي طالب. الله 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 الله. وذكر الله والحسين صلوات الله وسلامه عليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آيات في الله، في الربوبية، في الألوهية جعلوها في الأئمة، غلو في الأئمة. شنو معنى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله؟ أركان الإيمان أخذت من حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن يكفر بالإيمان يعني من يكفر بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا يسمى سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. رسول الله قال علي هو الصراط المستقيم. يعني ايه مش فاهم؟ رسول الله كان يصلي نعم في صلاتهم كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، يطلب من الله يوميا 10 مرات في صلواته اقلا الواجبه يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا كلام صريح واضح جلي على أنهم يعتقدون أن أئمتهم أفضل من النبي تبليغا وتطبيقا وفضلا ومكانا. احنا ما عندنا في أصحاب رسول الله رجل أعلى مرتبة من سلمان، ما عندنا. أنت أمك منين؟ شنو جنسيتها؟ خلع عشان عنك أتعامل معاه. سلمان المحمدي الشيخ النوري رحمة الله عليه في كتابه يقول عاش 500 سنة. حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. الإمام الصادق عليه السلام يحيي الموتى ولا نستكثر هذا على الإمام الصادق عليه السلام. المهم يشركون ويدعون أنهم يحيون ويميتون وأن بيدهم الجنة والنار، أشياء لا يمكن أن تصدق أبدا، غلو غير طبيعي. أريد آخر موته يقول حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا كاتبين أنه كان رجل يعرف علم النجوم، عارف العلم خاص، طلع عن طريق علم النجوم والرياضيات كذا متى هو يموت، متى عمره ينتهي. يا راجل موتوني
اطلع فاصل اشرب لي كوبايه شاي لان انا على الاخر. احنا عندنا في المشكله يا اخواني انه يقول الذين قتلوا الحسين الشيعه، لا، الذين قتلوا الحسين ما كانوا شيعه، خلي يكون بعلمكم. والذين قاتلوا الحسين شيعة تحت إمرة الأمويين. شمر كان من شخصيات شيعة أمير المؤمنين. شمر قتل الحسين، كان يصلي وراء أمير المؤمنين، يسمع خطاباته ومواعظه. نعم، يعني أنتم كلكم تقبلون أن أينما تروح الله معك، الله ينظر إليك، ماكو مكان يخلو من الله. الإمام الحجة عليه السلام أيضا ينظر إليكم أينما كنتم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج يقول صعدت إلى السماء فشفت بالجنة هناك، دقيت باب الجنة، كان صوت دق باب الجنة صوت يا علي. شو الكذبة الشنيعة اللي يكذبها الرجل هذا بلا حياء. لولا فاطمة اليوم أنا وياكم ما كنا أحياء. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. يا محمد لولاك لما خلقت الافلاك، ولولا علي لما خلقتم. طيب دقق، ولولا فاطمة لما خلقتكما. إذا ما كانت الزهراء البتول كان نظام التكوين ناقص، الله ما كان يخلق علي ومحمد. نقول هذا الكلام إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقدح في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتنقص للنبي عليه الصلاة والسلام. ليش خلق فاطمة؟ لأن لولا فاطمة وأبناء فاطمة، لولا الحسن والحسين لاندرس الدين. ولكن بوجود الحسن والحسين وهالذرية الطيبة الطاهرة الآن تشوفون الدين قائم، الحق موجود. الإمام يقول ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة، وارتد أهل الأرض جميعا إلا زينب. ده حاجات غريبة يعني، تناقض. قتل الإنسان، هذا قتل نوع من إثارة الغضب الرباني على الناس. قتل الإنسان هو علي بن أبي طالب، هو أمير المؤمنين. يقول قتل الإنسان ما أكفره، قال هو أمير المؤمنين. قتل الإنسان ما أكفره. ليش هذا الإنسان يكفر بنعم الله؟ ليش هذا الإنسان يكفر بما أعطاه الله؟ بإجماع علماء الشيعة يكره الوضوء والاغتسال بماء أسخنته الشمس. يعني هاي مية النهر الآن الشمس جاية عليها حار، أفرض في فصل في أيام تموز نهر الفرات أسخنته الشمس، المي حار من الشمس صاير، هذا مكروه تتوضى به، مكروه. ليش؟ لأن الشمس بأشعة عمودية عليه، أشعة الشمس العمودية تأثر على إيش؟ تأثر على المي، تأثر على جلد الإنسان، تأثر على جلد السمك. الله يخرب بيت غبائك يا أخي، واللي ضحك عليك كان أغبياء زيك، أغبياء اتلم المتعوس على خيب الرجا وقعدوا يتعلموا من الحلاقة فروس اليتامى. الإمام عليه السلام قال روح جيب لي شوي من هذا المي، فملأ إناء قدمه للإمام الحسين. الإمام عليه السلام شوية شرب من عنده ورجع بالطاسة، قال هسه هذه الطاسة روح ديرها بالبير. أرجع الماء إلى البئر فانقلب ماء البئر ببركة الحسين إلى عسل شهد فرات طيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. هكمل بعد الفاصل اللي قرفني عليه وجايبين لي وش في ودني وادي السماعه. ها يلا يا عم اطلع فاصل واطلع بتاعي. الله قال شعرا في علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب ولد في جوف الكعبه، فبدأ المولود المقدس يقرأ القرآن قبل نزول القرآن بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الأبيات. والله
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإمام الصادق يقول أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أدعية والمناجات المنقولة عليه كثيرة. إلهي لئن جمت وجلت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأعظم. هذا كلامك صح، هذا كلام العزيز. أنا ما أريد أغير الكلمات نفسها الكلمات، الحروف تتغير. قال هذا صراط علي مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى كثير من علمائنا هكذا قرأوا القرآن، الحركات غيروها. قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. وصراط علي مستقيم معناه أقوى من صراط علي مستقيم. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟